حرائق هناك في الجزائر بكل صدق، وربي شاهد. احنا في أيام مباركة، نتألم لآلامكم ونحزن لحزنكم، وإن شاء الله يعني الأخبار الواردة من الجزائر تفيد بأن الحرائق بدأت بالانحصار، ولكن هذا لا يمنع أنه للسنة الرابعة على التوالي يسقط ضحايا، ويعني يتم التعامل مع الحدث بطريقة فيها الكثير، لن أقول من اللامبالاة، ولكن قلة الخبرة وأيضا الكبرياء والعنفوان الزائد عن حده، وسأفسر ذلك لماذا. ولكن أريد أن أنقل المشهد أو جزء من المشهد كما يحدث هناك في الجزائر، لأنكم تعلمون بأن إعلام العسكر يعني يحاول أن يغطي الشمس بالغربال، وفي نفس الوقت أريد أن أرد على بعض الاتهامات التي فيها اتهام لأطراف خارجية بافتعال الحرائق كما كان عليه الحال يعني في السنة ما قبل الماضية والسنة الماضية، بأن هناك أطراف خارجية. في إشارة واضحة كانت للمملكة المغربية، المملكة التي مدت يد العون، والتي يعني وزارة الداخلية فيها والخارجية تلقت تعليمات من الملك محمد السادس بالاستعداد لتقديم المساعدة عبر الطائرات المتخصصة بإطفاء الحرائق للشقيقة الجزائر، ولكن تعنت النظام كما تعلمون رفض، وحينها كان قد قال بأنه سيتمكن من شراء واقتناء هذه الطائرات في أسرع وقت ممكن، فإذا به لم يتمكن من تحقيق ذلك. سنشرح لماذا. واليوم يطلب من الاتحاد الأوروبي وليس كما أشيع من فرنسا بأن يتم توفير طائرات لإخماد الحرائق. فكيف يمكن لك أن تقول عن نفسك بأنك تنتمي لهذه الأمة وتغار على مصالحها، وتذهب تستعين بمستعمر قديم من أجل أن يعينك على إطفاء الحرائق التي ربما جاءت على البشر والشجر والحجر وتسببت بخسائر في الأرواح وخسائر مادية فادحة، هكتارات بالآلاف ربما اليوم فقدها أصحابها، بعيدا عن الفقد الكبير الذي كان حتى في صفوف القوات المسلحة الجزائرية، وهذا أمر مؤسف. دعونا نشاهد بعض المشاهد التي فيها حزن، فيها أسى من هناك من الجزائر بعد حرائق كانت صعبة جدا، تشبه إلى حد كبير ما حدث سنة 2021 خاصة على مستوى بجاية، يعني شملت أكثر من 17 ولاية جزائرية، أكثر من 140 حريق، وأرقام بصراحة كتخلع. حرقونا ولاد الحرام، حرقونا حيين حرقونا، الطف بينا يا رحمن. الحرائق من الشرق للغرب البلاد راهي قاعده تحرق، وقنوات العار والروقات راهي قاعده تبرر، كل عام يجي كل صيفه تجي البلاد تحرق. هذا العام الرابع. ابعثوا لنا الحمايه وانا يا ربي، وانا يا ربي. أنا متأكد قسما بالله ونحلف ونجزم ونزيد لو طلبوا مساعدة من المغرب، قال عطونا 2 3 4 كندات يمدوهم، قال هذا مرفوض قسما بالله لا يمدوهم. عندك البشر راهم يموتوا مساكن، اليوم ماتوا في تيزي وزو 15 واحد مات مسكين، في بيجاية كذلك، في بويرة، في بومرداس، في جيجل، وثروا قوة ضاربة ما لقاتش حل باش تحبس الشيء هذا. هذا العام الرابع، هذا العام الرابع. تجي الشتاء البلاد تفيض فيضانات، تجي الصيف البلاد تحرق. لا حول ولا قوة إلا بالله. يموت مواطنون محاصرين في ديارهم دون ان تكون لهم القدره على الهروب، فهذا مسؤوليه الدوله. يا اخي انتم اللي قاعدين تقولوا احنا قوه ضاربه، اخويا خليوها لنا لينا احنا الشعب، احنا نحميوها، روحوا علينا احنا نحميو البلاد، احنا نعودوا ناس. هذا هو الإشكال حين تكون لديك دولة تغيب فيها المؤسسات وتحضر فيها مؤسسة واحدة، وهذه المؤسسة هي مؤسسة أمنية استخباراتية عسكرية لا هم لها إلا أن تحافظ على الكراسي، وفي ظل عبادة الكراسي فإنك تخسر الكثير من بناء مؤسساتي حقيقي. والبناء المؤسساتي سيشمل بالتأكيد أن يكون هناك إدارة أزمات وكوارث كما يوجد في كثير من الدول المتقدمة والمتطورة والتي تدعي بأنها قوة ضاربة إقليمية وقارية، يكون لديها إدارة أزمات وكوارث وتتعلم من الدروس، لا أن تقع لديك الحرائق في قبل 4 سنوات وتتكرر بوتيرة أعلى في 2021 وتتكرر بوتيرة
أقل نوعا ما في 2022 وتأتيك في 2023 تسقط الكثير من الضحايا دون أن تحرك ساكنا. هنا نؤكد على أن السياسات العمومية ربما لدى الشقيقة الجزائر ولدى التخمة العسكرية الحاكمة هي التي أدت بهم إلى مثل هذه الأمور. في الفيديو مر هشام عبود وتحدث عن أنه والله لو طلبت المساعدة من المملكة المغربية لقدمت طائرات إطفاء الحرائق. وبالفعل المملكة المغربية قلناها بتعليمات من الملك محمد السادس في حرائق 2021 ذكرت 2022 كان هناك مد يد المساعدة بلا من في سبيل الأخوة والجيرة من أجل المساهمة في إطفاء الحرائق، ولكن لا حياة لمن تنادي. الجزائر ونظامها الحاكم رفض أن يعني يستفيد من المساعدة المغربية. اليوم سبحان الله يعني مهما حاول النظام الجزائري وأيضا الأبواق الإعلامية أن يروجوا لأمور تزيد من العداء تجاه المملكة المغربية، سبحانك يا رب العالمين يشغلهم الله بآفات داخلية. يعني لن أقول لكم كيف تحركت الماكينة الإعلامية الجزائرية التابعة للنظام العسكري الحاكم خلال الأيام القليلة الماضية تجاه المملكة المغربية، وكان شغلهم الشاغل هو ضرب المغرب وأيضا البحث عن مؤامرات ومكائد تجاه المملكة وترويج بعض الأمور، حتى أن الأمور ربما اختلطت على الأشقاء في الجزائر واختلط عليهم عناوين في صحفهم، خاصة تحديدا صحيفة الخبر التي وجهت يعني صواريخ أرض جو تجاه دولة الإمارات وسمت أبو ظبي بعاصمة التخلاط. بمعنى آخر هذا المثال أعطيته، وبدأت تتحدث على أن الإمارات تزود المملكة المغربية بأجهزة للتجسس على الجزائر وتغرق السوق الجزائرية من خلال ليبيا بحبوب وأقراص مهلوسة وأمور كثيرة جدا. هذا يؤدي على أن بالفعل هذا النظام فقد البوصلة، وكلما كانت هناك أزمة داخلية على سبيل المثال إلى الحصر الحرائق التي أغضبت بالفعل كثر في المرات السابقة كانوا يقول منطقة القبائل ويتم تسييس الحرائق في تيزي وزو وغيرها، ويتم تسييس هذا الأمر من أجل النيل من الجزائر، من وحدة الجزائر، من نظام الجزائر، من قوة الجزائر، من مبادئ الجزائر. اليوم لا، اليوم للأسف شملت مجموعة من المناطق، وهناك أناس يعني فقدوا أراضيهم وهي يعني سبيل العيش الكريم الوحيد بالنسبة لهم، ومن سيصلح هذه الأراضي وبأي طريقة كانت. هناك من أجلي من منازله، هناك للأسف من حرق حي، وشاهدنا الصيحات وسنتابع مجموعة من الفيديوهات الأخرى. فهذه الأمور كلها حين تشتعل لديك أزمة داخلية ستحاول تصديرها، ولكن اللافت للانتباه وقد تكون حلقة خاصة حول هذا الموضوع هو ما كتبته صحيفة الخبر وشن حملة الإمارات تأتي بعد الأخبار التي خرجت أيضا في منابر إعلامية جزائرية قبل أسابيع وتحدثت عن طرد السفير الإماراتي بسبب تهمة التجسس، حيث تم الإلقاء على عدد من الأشخاص الإماراتيين الذين يتجسسون على الجزائر. فأعتقد أنها لحد الساعة أزمة صامتة، ولكن قد تخرج إلى العلن. دعونا نتابع المزيد من المشاهد المؤلمة والقاسية التي كانت هناك في الجزائر بعد هذه الحرائق التي لم تبقي ولم تذر كما يقال. تحرق للغرب، البلاد راهي قاعده تحرق، وقنوات العار والروقار راهي قاعده تبرر. كل عام يجي، كل صيفه تجي البلاد تحرق. هذا العام الرابع، قوه ضاربه ما لقاتش حل باش تحبس الشيء هذا العام الرابع. تجي الشتاء البلاد تفيض فيضانات، تجي الصيف البلاد تحرق، ولاد الشعب راهي قاعده تموت، العسكر راهو قاعد يموت في بجايه، وما زلنا رانا واقفين ونتفرجوا في بعضنا وما لقاوش حل. الشيء هذا ما لقاولوش حل. يا اخي نتوما اللي قاعدين تقولوا احنا قوه ضاربه، اخويا خليوها لنا لينا احنا الشعب، احنا نحميوها. روحوا علينا، احنا نحميو البلاد، احنا نعودوا نعسوا الغابات تاعنا في الصيف، احنا اللي نعودوا نسرحوا الروقارات في الشتاء. يا ربي يا بلسونا يا رب العالي، يا ربي يرحم الناس اللي قاعده تموت وما فهمتش الرب العالي انايا، وخلي نقعدوا نتفرجوا في بعضنا. راكم حابين نقعدوا نتفرجوا ورانا نتفرجوا. محمد السادس تفضل واعطى تعليماته لوزيري الداخليه والشؤون الخارجيه من اجل التعبير لنظيريهما الجزائريين عن استعداد المغرب لمساعده الجزائر في مكافحه حرائق الغابات التي تجتاح العديد من مناطق البلاد. واوضح البلاغ انه بتعليمات من الملك محمد السادس
تمت تعبئة طائرتين لإخماد الحرائق من طراز كانادير للمشاركة في هذه بالفعل يعني هذا الفيديو الذي يعني كان ختام الفيديو الأخير هو توجيهات الملكية السامية التي تحدثنا عنها. وهناك كثر من الجزائر يعني وإن لم تسمح السلطات الجزائرية بأن يكون هناك مشاركة للطائرات كانادير المغربية، إلا أن هناك مواطنون شكروا المغرب وشكروا جلالة الملك محمد السادس على هذا الموقف النبيل. ولكن في ذات الإطار يعني عبد المجيد تبون بعد تلك الخطوة المغربية كان قد تعهد بأنه سيتم اقتناء طائرات كانادير. المشكلة الحاصلة اليوم هو أن هذه الشركة التي تصنع هذه الطائرات كما يقال أغلقت ولم تعد تصنع مثل هذه الطائرات، وتم شراؤها من شركة أخرى تعهدت أنه في حال توصلت بمجموعة من الطلبات ستقوم بتصنيع مثل هذه الطائرات. ولكن حين تكون دولة لديك مداخيل بالمليارات من الغاز والبترول ولا تستطيع أن كما قلت في البداية أن يكون لديك إدارة للكوارث والأزمات، ومن بين هذه الإدارة بأنك تتعرض للحرائق سنويا التي تحاول أن تلقي بالتهم جزافة على أطراف داخلية تريد أن تنهك الجزائر وعلى أطراف خارجية تتآمر على القوة الضاربة، كان بالإمكان أن تجد حلا لهذه الإشكالية. ولكن كما قلنا لكم في البداية فاقد الشيء لا يعطي. نواصل مع بعض المشاهد التي فيها صرخات ألم وصرخات تخرج من القلب تجاه نظام فاقد للشرعية هناك في الشقيقة الجزائر. المواطن يفرح كي يشوف سوخوي، الدولة راهي شرات 20 طائرة سوخوي، 20 دبابة، شرات الأس 400 الأس 500. هذه الأس 400 باش ترفدها من روسيا وتجيبها للجزائر يعني 3 شهور ولا 4 شهور وهي في البحر، يعني تمشي في باخرة. بصح المواطن كي تهضر له على واش يقولوا له على طائرات إطفاء الحرائق اللي هي فيها خسائر بشرية ومادية. عندك البشر راهم يموتوا مساكن، اليوم ماتوا في تيزي وزو 15 واحد مات مسكين، في بيجاية كذلك، في بويرة، في بومرداس، في جيجل، وثروة غبية هائلة تروح باش تعاود تشجر هذوك الجبال هذوك لازم لك 10 سنين مينيموم. وزيد ثروة حيوانية وفلاحين ومنتجات، يعني خسائر بالملايير فوق الخسائر تاع الأرواح. علاه تشيروا السلاح والحوايج اللي ينفعوا الشعب ما تشيروهمش؟ ايهم السوخوي مقاريين ما عندنا ما نديروا بهم، انا لا في حرب لا والو. طائرات تاع اطفاء الحرائق علاه ما شريتوهمش يا اخي؟ هذا السؤال وهذه علامة الاستفهام. ولكن في طيات هذا التصريح في تفاصيله شاب جزائري مثقف، شاب جزائري لا ينجر مع الأبواق الإعلامية التي تحاول أن تسبح وتحمد بمجد النظام العسكري الحاكم. شاب جزائري لا تغره صفقات التسلح، يتحدث بمنطق على أن أسلحتكم وسوخويكم لا يجدي نفعا اليوم في حماية الأرواح والممتلكات. أي شيء أغلى من نفس جزائرية تحرق وهي حية؟ لا شيء. والدول حين تبنى لا تعني تكنات عسكرية ولا تعني ترسانة عسكرية ولا تعني خلق عدو كلاسيكي تقليدي كما قال شنغريحة، ولكنها تعني بناء الدولة بكل ما فيها من مؤسسات. لا ندعي المثالية، ولكن على الأقل أن تكون لك القليل من الإمكانيات التي تواجه بها الكوارث والأزمات مثل ما يحدث من حرائق اليوم في الجزائر. جيد أن تحصن نفسك بترسانة عسكرية، لا أن يكون همك وشغلك الشاغل أن تعقد تلك الصفقات من أجل أن ترضي موسكو وبكين وغيرها من العواصم وتقول أنا لدي دبلوماسية حية ولدي قوة على مستوى السياسة الخارجية وبالتالي أنا حي يا مغرب. للأسف واليوم النتيجة والمحصلة يا تبون وشنغريحة هي هذه المشاهد، هي هذه الأصوات التي خرجت لتعبر لكم عن غضبها وترفض هذه السياسات التي تقومون بها وهذا الإفلاس الذي تعيش على وقعه الجزائر. ما أن جاءت مصيبة طبيعية فيضانات أو حتى حرائق أو غير ذلك إلا فضحت عوراتكم، عورات هذا النظام الذي لا يبني بل يهدم ويحاول أن يكرس العقدة المغربية من أجل أن يكون هناك يعني إشعال لفتيل أزمة تنتقل من النظام إلى الشعب ويكون هناك تنابز بالألقاب. ولكن الحمد لله نحن اليوم ما نحن نتحدث عن الحرائق بألم
على من توفى وعلى من خسر أراضيه وعلى من خسر ماشيته وعلى من خسر نشاطه الاقتصادي الذي يقتات منه. لأنه بالصح لا فرق بيننا بكل صراحة، ما كيش فرق. ويعني مهما كانت الدعاية والبروباغندا التي يتم العمل عليها منذ أكثر من 4 عقود أو 5 عقود إلى الآن، ولكن غيبقى المغربي غيبغي أخوه الجزائري والجزائري يبغي أخوه المغربي. للأسف تابعوا الناس فين وصلت بها كما يقال بالدارجة إلى العظم. وهذه رسائل كانت صريحة وواضحة لمن؟ تبون وشنقريحة. ما فيهاش طيارات طفي الحرائق. شكون اللي شعل النار؟ المخزن. جو من المروك من الحدود راحوا كاع الغابة تاع الجزائر وشعلوا فيهم النار وراحوا. واحنا الجزائريين الاحرار نشكر ملك المغرب على المساعده. جابوا شفت ارخص واحقر واندل من الحكومه الجزائريه. تبون وشانقريحه يا ربي تنزل عليهم باليه الصباح ولا العشيه. واحنا الجزائريين الاحرار نشكر ملك المغرب على المساعده التي قدمها وكل عام يقدمها، لكن هذا الناس لا احد يفهم عقليتهم. تبون وشانقريحه يا ربي تنزل عليهم باليه الصباح ولا العشيه. الصباح ولا عشيه. نكتفي بهذا القدر ونتمنى من الله عز وجل أن يخفف ما نزل ومستقبل أفضل.